السلام عليكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نعمل الغدا بتاعنا، غدا محترم كده، طاجن باميه باللحمه وطاجن رز معمر. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. نغسل الباميه بتاعتنا مره واتنين وتلاته، وبعدين نحطها تتصفى، وبعدين نسيبها شويه تحت المروحه تنشف. هنبدا نقمعها. بصوا الطريقه، انك بتميلي السكينه بالورب كده، وبتبداي تقطعي الجزء اللي فوق وبعدين تشيلي من تحت. بس لما بتقطعي من فوق بتعملي لها بوز كده مدبب من فوق، وبتشقي نص شقه مهمه جدا جدا عشان الصلصه تخش جوه الباميه وتسويها، والباميه من جوه يبقى ليها طعم حلو. وطبعا انا بوضح الجزء ده للبنات الصغيرين اللي زي بناتي كده، اللي لسه بيبداوا. احط معلقتين سمنه بلدي كده محترمين، وشويه صغيرين خالص من الزيت يدولي الباميه بتاعتي لمعه. عندي بصلايه واحده مبشوره، والباميه بتحب البصل والثوم، بتبقى تحفه بصراحه بالاتنين. انا في العادي بعمل الباميه طشه بعد ما يعني في نص التسويه كده، قبل ما بدخلها في الطاجن واحطها في الفرن بعمل لها طشه زي بتاعه الملوخيه. بس النهارده مش هعمل كده عشان انا حباها تكون اخف شويه. انتوا عارفين احنا في ايام دراسه، ولسه الثانويه العامه ما خلصتش، ربنا ينجحهم يا رب ويجيبوا اعلى الدرجات، فنخفف شويه عشان ما ياكلوش ويناموا، احنا عايزينهم ياكلوا ويذاكروا. حطيت بقى معلقه من الثوم، معلقه من هريسه الشطه، وقرن فلفل كده يا دوب فتحته من الجنبين، شوحت ده كله بس ما غمقتش اللون ولا حاجه. وهنزل عليه بالباميه بتاعتي تتشوح مع الخلطه الحلوه دي كلها. هنا كنت بسلق اللحمه، واللحمه ما شاء الله استوت وبقت زبده. ممكن طبعا انت تعملي تشوحي اللحمه وتسويها مع الباميه، بس انا ما عملتش كده لان كان يعني كان لسه الباميه لسه جايباها من السوق، لسه عايزه اشتغل فيها، مش بكتش عندي في الفريزر، فقلت اولع على اللحمه واكسب وقت. هنا بقى كان عندي نص كيس من الصلصه اللي محطوطه في الفريزر برضو، سهلت عليا الوقت كتير. طلعتها ضفتها على الباميه بعد ما اتشوحت، ونزلت عليها بكوبايه من الشوربه، وهسيبها بقى تعيش حياتها مع بعضها. بصوا بقى الجمال. هنعمل بقى صينيه الرز المعمر. معايا حوالي 4 كوبايات من الرز، وحته سمنه بلدي كده محترمه حطيتها في الصينيه، وبعدين معلقتين من السمنه على الرز. رحت بهرت تبلت الباميه بتاعتي، ورجعت اكمل الرز، يعني بشتغل هنا وهنا مع بعض. اديت الرز كمان معلقه حلوه كده من الزيت عشان تخليه مفلفل وبيلمع. حطيت له معلقه من الملح، معلقه من السكر، ورشه من فلفل اسود. اللبن بتاعي غليته، معايا نص كيلو من اللبن، وهحط له كمان، هكمل بالميه. المهم ان الرز يكون متغطي فوق وش الرز كده بعقلة صباع. معايا معلقتين 3 من القشطه سلطانيه صغننه كده، حطيتها على الوش. ويا سلام لو عندك كوبايه زبادي كمان هتبقى تحفه، حطيها وعلى ضمانتي. الفرن بتاعتك سخنه، هدخل صينيه الرز المعمر. الصينيه دي هحطها في قلب صاج او صينيه تانية، علشان لو اللبن غلي وفار ما ينزلش على الصاجه بتاعه الفرن مباشره. اخدت بقى الطواجن بتاعتي، فضيت فيها الباميه، وحطيت اللحمه قسمتها هنا وهنا. طبعا اللحمه مستويه، بس هتاخد طعم التسبيكه وطعم الباميه. هتخش الفرن تشكشك كده وتكتك، ويا سلام على الريحه بقى. اكله سريعه، هي تبدو حاجة كبيرة وصعبة وبتاع، بس لا والله هي سهلة جدا جدا، وبناكل ونبسط. والخضار طبعا مفيد، ولازم الأطفال الصغيرين يتعلموا ياكلوه. وده شكل أكلنا. والرز بتاعنا بصوا بالوش التحفة ده. انا بحب احافظ على الوش وانا بقدمه عشان بيبقى شكله جميل، ولكن هو مفلفل. بصوا الرزاية مش معجنة ولا اي حاجة، وبألف هنا.